قرب دكتور نادر منهم وجري أدهم على نادر. دكتور نادر أرجوك طمني، ليلى كويسة والطفل كويس؟ الحالة خطيرة واحتمال يحصل لها ولادة مبكرة في أي وقت. حاولت أسيطر على وضع الجنين وما ينفعش نجازف ونولدها دلوقتي، هي لسه في أول السابع ولسه الطفل مش على استعداد للولادة، فممكن يعرض حياة حد فيهم للخطر أثناء الولادة وإيه؟ يستحسن ليلى تفضل في المستشفى لحد ما تولد يا أدهم. بصله بصدمة. نعم، تفضل شهرين لسه في المستشفى؟ لو عرفت كده هتتجنن. لازم يا أدم عشان نخلي بالنا منها، ولو حصل أي حاجة في أي وقت وولادة مبكرة نقدر نلحق الوضع. وضعها هي والطفل مش أحسن حاجة. كلهم كانوا مصدومين. شهرين لسه هتكون هنا؟ هي ممكن ما تكملش شهرين، احنا لو لقينا وضعها يسمح للولادة ممكن نولدها في أي لحظة. ليلى مش هتوافق على ده، هتوافق علشان الطفل، وبعدين كله أكيد هيقدر يقنع ليلى. عشقة قعدت على أقرب حاجة وحطت إيديها على دماغها. اوعى يكون حظك زي أمك يا ليلى، مش هقدر أستحمل فقدانك، انتي بنتي الأولى وأول فرحتي. زين بصلها وقعد جنبها. أنا عارف بتفكري في إيه، بس مش عايزك تخافي من حاجة خالص. ليلى مش هيكون حظها زي ليلى أمها. ليلى هتولد طفلها وهتكون سعيدة مع طفلها وجوزها، وهتضم ابنها لحضنها. تترمي في حضن زين بخوف، وأدهم كان مرعوب هو كمان ومش عارف هيقدر يقنع ليلى إزاي. ودخل أدهم لليلى اللي كانت نايمة، قعد ومسك إيديها. أنا مش هخسرك، تمام؟ انت هتكوني معايا، انت أهم عندي من أي حاجة تانية يا ليلى. ما ينفعش تمشي وتسيبيني في أي لحظة، فاهمة؟ أنا معاكي دايما، ما تسيبنيش أرجوكي، من غيرك هضيع. وسند دماغه على ايديها وهو بيعيط زي الطفل الصغير اللي تاه من ايد مامته. يا رب ما تحرمنيش منها وخليك معاها يا رب. دخلت عشق وطبطبت على كتف أدهم. لازم نكون أقوى قدامها، مصدر الدعم ليها. لو حست إن دعمها ضعف ليلى هتضعف. ليلى هتكون كويسة وهتعدي الفترة دي على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنا مرعوب، ليلى كل حياتي، وحياتي من غير ليلى ملهاش طعم نهائي. ليلى هي النكهة الحلوة اللي في حياتنا كلنا، دي أول فرحة ليا. أنا عشت متمسكة بحياتي بيها لما كانت في خطر، وقت ما كنت حامل في أولادي التلاتة. ما فرقش معايا حملي، كل اللي فرق معايا أنقذ ليلى، حتى والحمل اللي فضلت سنين أتمناه، بس كانت هي أهم عندي من نفسي. وعشقة حطت إيديها على شعر ليلى. أنا بحبك أوي يا ليلى، انت حتة مني. بس أدهم على حب عشق ليلى. اطمني يا ماما عشق، كل حاجة هتكون كويسة، فترة وهتعدي إن شاء الله. إن شاء الله. فضلوا يبصوا على ليلى اللي كانت نايمة وشبه الملايكة، وفضلوا متابعين ليلى. وراحت خرجت عشق وفضل أدهم جنبها، وبره كلهم زعلانين على الحالة اللي فيها ليلى. قرب نادر. ليلى مش هتصحى غير على الصبح، أنا حطيت لها مهدئ علشان تنام. امشوا وتعالوا الصبح، لسه قاعدة شوية حتى علشان تبدلوا مع أدهم. أنا هفضل مع بنتي، امشوا كلكم يلا. لا كلنا هنفضل. جاسر خد أسيل وخليها ترتاح لو سمحت، أديك شايف اللي حصل مع ليلى. حاضر يا ماما عايشة، ما تخافيش، وطمنينا على ليلى أول بأول. حاضر. يلا يا أسيل، سمعتي أهو بنفسك دكتور نادر قال إنها مش هتصحى غير بكرة. طيب طمنيني يا ماما. حاضر يا حبيبتي. وانتوا يا شباب يلا امشوا مع أختكم، على الأقل حد فينا يفضل. أنا هفضل مع أمكم، يلا انتوا. ماشي يا بابا، لو في أي حاجة كلمينا يا ماما. حاضر. وبدأوا يمشوا كلهم، وعشق ومهاب قربوا منها وحضنت عشق. حبيبتي خليكي قوية علشان خاطر ليلى، انت عارفة ان ليكي تأثير عليها. حاضر يا ماما. انت قوية يا عشق وهتكوني قدها، بنتك محتاجالك دلوقتي. حاضر يا بابا. ومشي وزين قعد جنب عشق، وعشق حطت دماغها على كتفه. انا خايفة يا زين. وانا كمان يا عشق خايف على ليلى قوي. يا رب استرها معاها وخليك معاها. يا رب يا عشق. وأدهم جوه جنبها ماسك في ايديها، ورجعوا الباقي على القصر، وقربت قيارة من يزن. تعالى نقعد في الجنينة نتكلم. طيب. قعدوا في الجنينة سوا، وقعدت جنبه وهو كان ساكت مش بيتكلم. يزن. نعم يا قيارة. ما تخافش، ليلى هتكون كويسة وهتولد وتقوم بالسلامة وتجيب لكم حفيد حلو قوي شبهك. وهو ضحك. يعني انت شايفاني حلو يا اخي؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اعترفتي من غير مجهود اهو. تصدق انك بايخ، طلع ما عندكش دم بصحيح. انا تشكر يا بنت الاكابر. بجد ما تخافش. حاضر يا قيارة، ربنا يسترها. ومسك ايديها. انت جنبي وهتطمنيني. حست ان قلبها اترعش اول ما مسك ايديها، وبصيت له وتتقابل عيونهم في نظرة طويلة قوي مليانة كلام كتير قوي. شدت ايديها منه بتوتر. انا لازم ادخل القصر من بدري وانا مش هنا، وطمني على ليلى اول باول. خليكي معايا شوية يا قيارة، بس محتاجلك. انا بجد خايف عليها، وخصوصا انك ما تعرفيش احنا خايفين ليه. ليه؟ مش فاهمة. ليلى اختنا من بابا، من ام مختلفة. ماما مش ام ليلى. نعم؟ معقولة؟ ايوه، زمان بابا كان فقد الذاكره وما كناش عارفين حاجه عنه. وقتها اتجوز ام ليلى، وام ليلى توفت وهي بتولد ليلى. وكمان ام ليلى فضلت من الشهر الخامس او الرابع في المستشفى لحد ما ولدت، وما خرجتش من المستشفى وتوفت. ومن وقتها ليلى هي حته من ماما، وماما من غيرها ما تسواش حاجه. وعمر ما حد فكر للحظه ان ماما مش ام ليلى. انا اتصدمت، مامتك بتحب ليلى حب كبير قوي، وكمان ليلى شفت تاثير كلام مامتك عليها. فعلا هما بيعشقوا بعض عشق كبير قوي، وده اللي مخوفنا كلنا ان ليلى يحصل فيها زي امها. لا لا، بعد الشر عليها، مش هيحصل حاجه يا يزن.
يا رب يا كيارة عشان احنا خايفين قوي. ربنا يسترها، اطمن ربنا كبير ونعم بالله. وعند محمد كان قاعد جوه قدام اللابتوب وقربت منه رنا وقعدت قدامه. ينفع اتكلم معاك يا محمد؟ قفل اللاب. اه طبعا يا رنا اتفضلي، مش محتاجة اذن اكيد. انت ايه يا رنا؟ انا وسامي قررنا الانفصال يا محمد. لمعت عين محمد بالفرحة لدرجة ما قدرش يمسك فرحته او يسيطر عليها، وتترسم ضحكة بسيطة على وشه وكان بيحاول يخفيها. لحظة ده رنا وفرحت وكانت خايفة يكون شالها من دماغه، سيطر على نفسه. ليه كده يا رنا بس؟ سامي حد كويس. هو حد كويس قوي كمان، بس انا مش قادره اكمل. ولعلمك انا كنت ناوي انفصل من مده طويله، من قبل حتى ما اعرف الحقيقه بتاعتك، بس كنت برجع واقول كملي وخلاص اهو تحت ظل راجل. الانفصال ده قرار اتاخد كتير، لكن كان بيحصل حاجه تاجل الخطوه دي. واتكلمنا في الطلاق اليوم اللي جيت فيه ولقيتكم كلكم محطوط لكم المنوم. كنا يومها اتفقنا على كل حاجه وان خلاص كده لازم ننفصل. انت حره اكيد، وده قرارك انت يا رنا، وانت مش صغيره فاكيد عارفه ايه الصح من الغلط ولا ايه؟ اكيد، وانا شايفه ان الانفصال انسب حل. تمام. انت مش مبسوط؟ هتبسط ليه وازعل ليه؟ اظن دي حاجه بتاعتك انت، انا ماليش علاقه بيها. بصيت له وهي متعصبه. عن اذنك يا رنا، وادالها ظهره. محمد ضحك لكن كتم ضحكته. نعم، في حاجه؟ انت لسه بارد ومستفز زي ما انت. الطبع بيفضل هو هو. اه ما هو باين عليك، انت لسه ما عندكش دم. ما عنديش دم؟ اه ما عندكش دم. طيب يا ست الله يسامحك، انت ناوي تجلطني؟ انت ناوي تجلطني؟ هو انا عملت حاجه؟ امشي من وشي يا محمد احسن. والله انا كنت ماشي وانت ناديتي عليا يا رنا. ضربت الارض برجليها جامد قوي. انت مستفز، انا اللي ماشيه مش انت، خليك زي ما انت. ومشيت وهو فضل يضحك عليها لحد ما اختفت. اي كلمه منتظره تسمعيها مني مش هتكون دلوقتي يا رنا، لان مش هينفع لحد ما تطلعي وتخلصي شهور عدتك. وهو طالع لقى كريم قاعد على السلم وحاطط ايده على خده. ايه كمان يا سي بابا؟ انت قاعد كده ليه يا دكتور؟ اتخليت فيها دكتور يا حاج، وانا اللي افتكرتك مخلص ليا ولحبي. ايه ده مالك بتخوني مع الست اللي اسمها ماما دي، وانا اللي مستنيك بقالي مده عشان نلعب شطرنج سوا؟ اخصى عليك، جرحتني في سيبة قلبي. ضرب كف على كف. وامك مستغربه انت طالع لمين؟ والله نفس الجنان. ورنا من فوق. سمعتك يا محترم، تقصد اني مجنونه كمان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وفضل يضحك. طب قوم بدل ما انت قاعد كده. لا هفضل قاعد هنا عشان انا اتصدمت فيك تعمل فيا كده؟ ورنا من فوق. قوم لا انزلك. انا في الاوقات اللي زي دي يا بابا بحب اسمع كلام امي جدا، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. وراح قام بسرعه. اصل لو ما قمتش هتنزل تحطني في الفرن. مجنون يعني لازم تزعقلك؟ مش عارف والله الست اللي فوق دي بتعمل معايا كده ليه. خليها عليك زي امك برضو. لحد امتى يا حاج؟ والله كده كتير. وفضلوا يضحكوا سوا وطلعوا فوق وجهز الشطرنج كارم. يلا يا حاج الهمه. مشكلة. وراحوا قعدوا سوا وبدأوا يلعبوا وهم عاملين يضحكوا سوا. وبعدين دخلت كيارة وطلعت أوضتها، وكله كان خايف على ليلى وعمالين يدعوا ليلى من كل قلبهم. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعايز من غير أي أحداث تانية. وتاني يوم عند ليلى بدأت تفوق وتفتح عينيها وحطت إيديها على بطنها. ابني. فتح أدهم عينه بسرعة وبصلها. ليلى حبيبتي انت صحيتي يا عمري؟ ابننا كويس يا أدهم؟ كويس يا حبيبتي ما تخافيش. بجد الحمد لله، أنا كنت خايفة قوي. ومشيت إيديها على بطنها. لو كان حصل فيك حاجة كان زماني مش عايشة. ابننا شجاع زي مامته الحلوه. انت كويسه يا حبيبتي؟ اه يا حبيبي الحمد لله كويسه. الحمد لله يا حبيبتي. دخلت عشق وفرحت اول ما لقيت بنتها فاقت وجريت عليها. ليلى. ماما. انت كويسه يا قلب امك؟ اه يا حبيبتي كويسه ما تخافيش، انا بنت دكتوره عشق واكيد هكون كويسه قوي لانكم جنبي. احنا جنبك دايما يا حبيبتي، وكل حاجه هترجع احسن من الاول ان شاء الله. وتطمن من كلامهم ليها وجم اخواتها ودخلوا لها بسرعه وجريوا عليها. ليلى انت كويسه؟ اه يا اسيل كويسه يا حبيبتي. خفنا عليكي يا ليلى. عارفة يا أسد بس ما تخافوش. ينفع كده تخلينا نبقى مرعوبين؟ معلش يا يزن. لا مفيش معلش دي، احنا كنا على أعصابنا. طب حقك عليا يا مهاب، حلو كده. دمعت عين اخواتها وجريوا عليها وحضنوها. أنا كويسة يا حبايبي ما تخافوش عليا، الحمد لله إنك كويسة. وأسيل كانت حاضنة ليلى وعمالة تعيط. لا يا أسيل بلاش عياط عشان حبيبة خالته ما ينفعش خالص تحزني. أنا كنت خايفة قوي بجد عليكي. عارفة يا عيوني. الحمد لله إنك بخير يا ليلى. الحمد لله يا جاسر. قرب زينه وهو شكله باين عليه الخوف عليها. بابا حبيبي. قرب منها وقعد جنبها. قلب ابوكي انتي. وحضنها بكل حب. بنتي الاولى واول فرحتي، اللي بحبها وما اقدرش اشوفها حاجه وحشه. اللي بحبها وما اقدرش اشوف حاجه وحشه فيها. حبيبي يا بابا انا كويسه وحفيدك كويس. الحمد لله يا حبيبتي. وكلهم فرحوا ان هم اطمنوا عليها وانها كويسه. وفي قصر محمد كانوا قاعدين مع بعض كلهم على سفره الفطار. كنت مختفيه فين امبارح طول اليوم يا كياره؟ كنت مع اهلي يزن يا بابا. ايه ليه، في حاجه ولا ايه؟ اه يا بابا ليلى اختهم الكبيره. مالها ليلى؟ حكيت لهم على كل اللي حصل مع ليلى وكمان دخولها المستشفى وموضوع المصنع والمعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هي كويسة؟ اه الحمد لله بقت كويسة، بس هتفضل في المستشفى لحد ما تولد. معقولة؟ لازم نروح نطمن عليها، العيلة دي وقفت معانا وقفة جامدة. عندك حق يا محمد، لازم نروح لهم. خلاص يلا نروح لها نطمن عليها.
وفعلا جهزوا نفسهم وراحوا خرجوا ركبوا العربيات وراحوا على مستشفى دكتور نادر وسألوا هي في أنهي أوضة وراحوا لها ودخلوا. سبت ليه وتعبت نفسك وجيت ليه بس؟ ازاي يا أستاذ زين؟ كفاية اللي عملتوه معايا ومع بنتي. احنا واحد، أول ما سمعت الخبر جيت فورا، كل حاجة هترجعيها أحسن من الأول يا بنتي إن شاء الله. سيادتك أسد، أنت عملت تحريات عن الموضوع ولا لأ؟ لا لسه سيادتك، الواضح إنه بفعل فاعل. أيوة ده أكيد، أنا هشتغل على الموضوع أنا وآسر يا أسد، ما تقلقش. أنا كمان جاي معاكم يا معاذ وهشتغل على الموضوع، وهنلاقي كل اللي عمل كده يا مدام ليلى، ما تقلقيش. مش قلقانة، الحمد لله إنك كويسة يا ليلى، الحمد لله يا كيارة، ربنا يخرجك بالسلامة انتي وطفلك إن شاء الله. إن شاء الله يا حورية، وتنوري بيتك وانتي معاكي أحلى مولود بإذن الله يا سما. ربنا يطمنك عليها الدكتور عشق ويفرح قلبك بحفيدك يا رب يا مدام رنا. والكل سلم عليها وبعدين مشوا، وباقي أهل القصر جم يطمنوا عليها. جت تولين ودليدة ورز ونبض وورد وليان، وكانوا جايين شوية شوية علشان الزحمة، وجريوا حضنوا ليلى. ليلى بنات اهدوا، أنا كويسة اهو ما تخافوش. ينفع كده يا هانم؟ خفنا عليكي قوي، عارفة بس غصب عني. يلا عشان تخرجي معانا ونزهقك مننا إن شاء الله. وردة حضنت ليلى. ما تعرفيش لما عرفت خفت عليكي ازاي؟ عارفة يا ورد. وبعد كده مشوا هما كمان. أدهم مش هخرج أنا زهقت قوي. أدهم بصلها وقربت عشق، وكان أدهم مش عارف يقول ايه. في ايه مالكم؟ ليلى احنا عايزين نقولك على حاجة. ايه يا ماما؟